تخيل معايا كده انك لابس نظاره شايف فيها كل حاجه قدامك من رسائل وخرايط وطرق وارقام ناس انت عايز تكلمهم، كل ده من غير ما تمسك موبايلك. عايز افاجئك واقول لك ان الاختراع ده بالفعل موجود او كان موجود، وكان اسمه جوجل جلاس. الاختراع ده اول ما طلع كان بمثابه حلم. جوجل ساعتها كانت بتحلم بمستقبل الناس تقدر تلبس فيه التكنولوجيا بدل ما تمسكها، بس للاسف الحلم ده مع الوقت اتحول لكابوس. في عالم رياده الاعمال والتكنولوجيا الكل بيجري ورا الابتكار، كل شركه بتحلم ان هي تكون اول مكان يقدم فكره مختلفه، سواء بمنتج ثوري او تكنولوجيا جديده لسه ما حدش جابها. وده لان الكل عارف ان السوق بيكافئ اللي بيجي الاول، او لان الناس فاكره ده. ولكن في الحقيقه في اوقات كتير بيكون اللي بيجي فيها الاول هو اول واحد بيفشل، وده لان مش كل حاجه هي الابتكار. اوقات كتير المنتج بيفشل مش لانه سيء، ولكن لانه ببساطه جه بدري. الفكره ممكن تكون ممتازه بس السوق مش مستعد ليها، الناس نفسها مش جاهزه، سلوك الناس في الوقت ده لسه ما اتغيرش عشان يتقبل الفكره الجديده دي. وفي التاريخ امثله كتير على ده، من اول الاجهزه اللوحيه اللي ظهرت قبل الايباد، او عربيات الكهرباء اللي ظهرت قبل عربيه تسلا، او جوجل جلاس النضاره اللي انا قلت لك ان انت ممكن تلبسها من غير ما تمسك الموبايل. طيب ازاي منتج زي ده كان سبع عصره بالمنظر ده يفشل؟ هحكي لك القصه بتفاصيل اكتر علشان تفهم ليه. جوجل جت في 2013 واعلنت عن منتج اسمه جوجل جلاس، وده ببساطه عباره عن نظاره ذكيه بتلبسها بتشوف معلومات قدام عينيك من غير ما تمسك الموبايل بتاعك. الفكره كانت عبقريه، شاشه صغيره شفافه على العدسه، كاميرا مدمجه في النضاره، اوامر صوتيه، واتصال مباشر بالانترنت. يعني تقدر وانت ماشي في الشارع تبقى شايف الخريطه قدامك، ترد على الرسائل، تصور فيديو، تترجم كلام، وتعيش تجربه الواقع الافتراضي. التقنيه كانت مبهره والفكره جايه من خيال علمي، ولكن من اول يوم ظهرت فيه النضاره دي ظهرت علامات ان في حاجه مش راكبه. اولا التصميم، النضاره شكلها مش مألوف وملفت جدا، والناس كانت بتبص للي لابسها نظره غريبه، لان الموضوع هنا ما كانش بس موضوع تكنولوجيا، ده كان تغيير اجتماعي. تاني حاجه وهي الخصوصيه، زي ما قلت لك ان جوجل جلاس كان فيها كاميرا تقدر تصور الناس، فالناس هنا بدات تخاف خصوصا في الاماكن العامه، اللي هو انا في واحد جاي لابس النضاره دي دلوقتي فهو بيصور. لدرجه ان كتير من المحلات والمطاعم في امريكا في الوقت ده علقوا يافط بتمنع دخول اللي لابسين الجوجل جلاس دي المكان ده. بل كمان ظهر لقب سخريه للناس اللي بتلبس الجوجل جلاس كان جلاس هولز. ثالث حاجه بقى والاهم انه مفيش حاله استخدام واضحه للنضاره. يعني فعلا المنتج بيعمل حاجات واو، بس هل الحاجات الواو دي بتخلي حياتي افضل واريح؟ طيب ما هو الموبايل بيعمل كل ده بطريقه سهله وسلسه برضه. جوجل هنا وقعت في غلطه ان هي حاولت تسوق للنضاره دي كمستقبل، بس نسيت ان هي تجاوب على سؤال مهم: انا ليه اشتري النضاره دي دلوقتي؟ المطورين ما كانوش متحمسين كفايه، والمستخدمين ما فهموش الهدف، والسوق ما حسش ان هي حاجه ضروريه. وفي 2015 وبعد اقل من سنتين جوجل وقفت بيع الجوجل جلاس للناس. بعد كده حاولوا ان هم يبيعوها كاداه لقطاع الاعمال سواء في المصانع او في التدريب، بحيث ان هي تكون بعيده عن المستهلك العادي. وفي الاخر وصلنا لنتيجه انه منتج سبع عصره بس فشل لان هو ما فهمش جمهور. وفي قصه تانية شبيهه بقصه جوجل جلاس كده، وهو انه في 2001 ظهر جهاز غريب اسمه سيجواي، وده كان جهاز عباره عن عجلتين كبار، والجهاز بيتحرك بيك على حسب ميل جسمك. والجهاز ده كان غرضه الاول ان هو يغير الطريقه اللي الناس بتتحرك بيها جوه المدن. الناس اللي كانت ورا الاختراع ده كانوا واثقين جدا ان الاختراع ده هيبقى مبهر. بيل جيتس وستيف جوبز قالوا ان ده منتج ثوري لدرجه ان المدن هيعاد بنائها من جديد بعد الاختراع ده، لكن كل ده ما حصلش، وده لكذا سبب. اولا سعره كان غالي جدا، حوالي $5000. شكله كان غريب ومش مريح نفسيا. قوانين المرور وقتها ما كانتش واضحه كفايه، الناس هتمشي بيه على الرصيف ولا في الشارع ولا هتبنوا لهم ممرات مخصوصه ليهم. وفي الاخر هو ما حلش مشكله حقيقيه، لان الناس يا بتمشي يا بتسوق. وكانت النتيجه انه مع الوقت لقوا ان الناس مش بتستخدمه، المبيعات بتاعته كانت ضعيفه جدا، وجات الشركه في 2020 وقفت انتاجه رسميا. سيجواي برضه كان منتج عبقري، بس برضه للاسف فشل لانه سبق السوق بتاعه. جوجل جلاس وسيجواي هنا كانوا ضحيه للغرور التكنولوجي. فريق التطوير بتاعهم انبهروا باللي قدروا يقدموه، انبهروا لدرجه ان هم نسيوا يسالوا نفسهم هل المنتجات دي فعلا الناس محتاجاها ولا لا. وده مش بس درس للشركات الكبيره، ولكن ده درس لينا احنا كمان كاشخاص. اوقات كتير بنلاقي نفسنا تحمسنا لفكره او مشروع او مهاره حتى نبتدي نتعلمها جديد، بس بننسى نسال نفسنا سؤال مهم: هل الوقت مناسب؟ هل الناس اللي انا هقدم لهم الخدمه دي او المهاره دي مستعدين لده؟ هل في مشكله فعليه انا فعلا بحلها؟ لو بتقدم فكره جديده في شغلك او
بتبدا مشروع او حتى بتتعلم حاجه جديده لازم تعرف امتى وازاي تطبقها، لان هو مفيش اسوأ من انك تكون سابق الكل بس تكون لوحدك. فالنجاح هنا مش بس انك تكون مميز، النجاح كمان انك تكون مناسب. فكر دايما هل فكرتي دي عبقريه بس ولا عبقريه في الوقت المناسب؟ لان اوقات كتير النجاح مش بيجي لاول واحد بيبدا، لكن النجاح بيجي لاول واحد بيفهم السوق. وده الفرق ما بين حاجه زي جوجل جلاس وبين حاجات زي شات جي بي تي مثلا او الايفون او تسلا. كلهم جم في الوقت المناسب للسوق المناسب. فانت كمان لو لقيت الفكره الصح في التوقيت الصح ممكن تكون الفكره بتاعتك دي هي النقطه اللي بتغير كل حاجه بعدها. فلو كنت سمعت قبل كده عن جوجل جلاس او فكرت انك تشتريها وكنت فاكر ان هي هتساعدك في حياتك، اكتب لي في الكومنتس الاسباب اللي خلتك تفكر في حاجه زي كده. اعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.